السلام عليكم، معكم مخلص إدريسي من قناة الإعلام الأخضر. اليوم حنا في القنيطرة مع المجتمع المدني وجمعية إيكولوجيا للتربية على البيئة اللي كتسهر على واحد المشروع ترافع من أجل مدينة مستدامة اللي تتنظموا بشراكة مع السفارة الفرنسية. هنا نشوفوا المرحلة النهائية ديال المشروع، وهي محاكاة مجلس جماعة بلدية مدينة قنيطرة. هذا الحدث اللي كتشوفوا معنا هنا محاكاة رئيس المجلس البلدي وكذلك الأعضاء ديالو وباقي الفرق المنتمية للجماعات المحلية لمناقشة هذا الملف، ملف الترافع من أجل مدينة مستدامة. إذن كما كنشوفوا بأن جمعية إيكولوجيا للتربية على البيئة فهي كتسر على مشروع من أجل ترافع بيئي لمدينة مستدامة ومحاكاة للترافع داخل المجلس البلدي. فالأعضاء الجمعية وباقي المستفيدين في نهاية المشروع حاولوا أنهم يصيبوا واحد العريضة اللي غادي تقدم للمجلس البلدي، وبدوره سيقدمها إلى وكالة المياه والغابات بمدينة القنيطرة من أجل تقديمها للسكرتارية الدولية للمناطق الرطبة، والتي تصبو من خلالها مدينة القنيطرة للحصول على شارة المناطق الرطبة عالميا. وكإشارة، منذ 2018 إلى حدود 2022 تم تسجيل 43 مدينة رطبة، والمغرب سجل سنة 2022 أول مدينة رطبة له وهي مدينة إفران، ثاني مدينة عربية. وكذلك اليوم عرف هذا اليوم الأخير تقديم خطة إعلامية لمسار تقديم العريضة التي سيتم تقديمها إلى المجلس البلدي، وإعطاء نبذة عن المسار الإداري من طرف جمعية إيكولوجيا التي سيتم المصادقة عليها من طرف مجلس جماعة القنيطرة. مصطفى بن رامل، خبير بيئي، منشط ورشاد مشروع الترافع من أجل مدينة القنيطرة مدينة منطقة رطبة في أفق 2028. اليوم في اليوم الأخير واليوم الختامي لهذا المشروع الذي استمر طيلة شهر نوفمبر، والذي كان يهدف إلى تعزيز وتقوية قدرات الفاعلين 30 جمعية محلية مهتمة بالشأن البيئي من أجل الترافع، من أجل بلورة خطة استراتيجية لأن تنال مدينة القنيطرة شارة المدينة الرطبة في أفق 2028، نظرا لما تتوفر عليه من العديد من الإمكانيات الإيكولوجية كمنطقة محمية مرج الفوارات، منطقة ضمن لائحة رامسار، كغابة المعمورة، كنهر سابو، وباقي الفضاءات الخضراء، الشاطئ بالقرب من شاطئ المهدية، وبالقرب من محمية أخرى محمية سيدي بوغابة، وفضاءات أخرى كغابة الحضرية الساكنية، غابة طايشة. وهذا ما يجعلنا أن نعمل جميعا بأن تكون مدينة تتوفر على العديد من الأنشطة، سواء في إطار السياحة الإيكولوجية، سواء الأنشطة الصديقة على البيئة، سواء أنشطة خدماتية للتعريف بالموروث الطبيعي ونشره ليس فقط على المستوى الوطني، على المستوى الدولي. اليوم كنا على موعد مع اختتام الدورة التكوينية التي تدخل في إطار مشروع ترافع بيئي من أجل مدينة مستدامة. هذا المشروع الذي تنظمه جمعية إيكولوجيا للتربية على البيئة بتمويل من السفارة الفرنسية بالمغرب. مشروع كان يهدف إلى تقوية وتعزيز قدرات الجمعيات الفاعلة في مجال البيئة بموضوع الترافع البيئي. ترافع اللي هو وسيلة مدنية تمكن الجمعيات والمجتمع المدني من الضغط على مختلف المجالس المنتخبة والمجالس العمومية من أجل تعديل وتغيير برامجها وسياساتها المتجهة لنصرة قضايا البيئة بمدينة القنيطرة. اليوم كنا مع محاكاة للمجلس البلدي
في خلال دورته وخلال تقديمه ومصادقته على العريضة التي سوف نقدمها له مستقبلا من أجل ترشيح رسمي لدى السكرتارية الدولية للمناطق الرطبة، من أجل ترشيح رسمي لمدينة القنيطرة لتنال شارة المدينة المستدامة. شكرا.